الغذاء والتنمية. نقدم المقترح الآتي: أولا، أن يتضمن توزيع التخصيصات اللازمة لدعم مفردات البطاقة التموينية ومادة الطحين بشكل مباشر للمواطنين، وهو ما سيضمن منح أكثر من 1,000,000 دينار كمعدل للعائلة المشمولة بالبطاقة التموينية للأشهر الستة القادمة، وهو مبلغ يمكن العوائل المشمولة بالبطاقة التموينية من تحصيل المفردات بكمية وجودة أفضل مما تشهده عملية إدارة البطاقة التموينية من قبل وزارة التجارة، التي تشهد تأخرا ونقصا ورداء في توزيع مفرداتها. ثانيا، سيسهم المقترح في تحريك السوق العراقي وتوفير فرص للقطاع الخاص للمساهمة في توريد المواد وخلق فرص لآلاف الشباب. ثالثا، تعمل الحكومة من خلال نسبة